بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير وعلى أحسن حال يا رب. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله كده. طبعا بقى الساعة 6 الصبح، وكنا بنحط بقى الأكل للطيور طبعا بقى عشان كنا مسافرين المنصورة. هي فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. طبعا بقى تعرفوا، أنا قلت لك الكلمة دي يا جماعة فعلا، يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. حاجة تحزن، حزنت فعلا حزن جامد. طبعا الفراخ كنت حاططها عندي تحت وكده. طبعا بقى انا هنا برميلهم اكل وبحطلهم ميه وكده عشان ابقى طبعا انا مسافر ومفيش حد هيطلع لهم الا لما انا هاجي. طبعا يا جماعه اللهم صل على النبي، طبعا دي الفراخ بتاعتنا. وجبنا طبعا البط، وجبنا جوز فراخ تانية عليهم، بس احنا لقيناهم محبوسين مش راضيين يطلعوا. لقيتهم طلعوا يا جماعه، والله العظيم مش عارف اقول لكم ايه. طبعا انا حطيت لهم اكل عيش بشويه ميه كده بتشيشه، قلت احط لهم كده ياكلوا شويه لحد يعني ما امشي وكده. تمام. طبعا بقى يا جماعه ده برضه توفر للعلف شويه عيش، وعندي كان عندي كيس شيشه قديمه، يعني شويه شيشه كده كانوا مرميين مركونين. قضوا الليله وقضوا اليوم كله، وجبت لهم برسيم وقطعتهولهم. بس طبعا البرسيم مش دلوقتي، انا رميت لهم حاجات خضرا والبقجة فيها لسه برسيم. طبعا بقى رحت مدخل الاكل تاني يا جماعه عشان لقيت فراخ الواد طلعت، وخفت بدل ما تطير، فرحت مدخلها تاني جوه. طبعا يا جماعه معايا الاوردر كان 8 فراخ. تمام. بلدي. وكنت مودي عليهم رومية، دي هدية كانت مني، هدية مني للمشاة. طبعا يا جماعة الفرخة مني ماتت في الطريق، قسما بالله يا جماعة حزنتني. ماتت مني في الطريق. و... وما جت راحت هناك فرخة ماتت عند المشاة. والله يا جماعة نزلت اوي، وانا طبعا قلت لها والله هعوضك بيهم، وانا كده ولا كده انا هنزل لك الصورة اليومين الجايين بإذن الله. هجيب لك 2 مكانهم. بصراحة قالت لي لأ، عامل اللي انت بتقوله ده انا ما بقبلش العوض. قلت لها لأ، الحاجة كانت لسه في عهدتي، وطالما في عهدتي خلاص، يبقى ملزومة ان انت تاخدي مني مكانهم. يا ريت يا جماعة برضو تقولوا لي رأيكم في التعليقات والكومنتات، بالله عليكم بالله عليكم تقولوا لي لو وصلتوا لحد هنا، تقولوا لي رأيكم في التعليقات في الموضوع ده. انا بالنسبه لي بقول لا، لازم اجيب لها غرامية، بتقول لي لا. قسما بالله يا جماعه امبارح اكتر من قلت لها هجيب لك غرام، هجيب لك غرام. بس انا والله يا جماعه كنت رادد على الفيوم، والله وكنت عامل في حساب، كنت رادد على الفيوم، كنت هجيبهم وكنت هرجع لها تاني. بس جيت حسبتها يا جماعه، يعني 4 ساعات وصلت المغرب، عمال ما ارجع لها تاني هيكون الساعه 8 بالليل، عمال ما ارجع تاني الفيوم هتكون دخلت لها في 1 2 بالليل، واليوم كله سفر في المنصورة. تمام. قلت هخليها اليوم بإذن الله، وهنزلها مخصوص بجوز الفراخ. تمام ليها، عشان بصراحة أنا اتضايقت وكده من جوز الفراخ لما ماتوا. بس أنا قلت عادي، فدايا وفداها وعوض علينا ربنا احنا الاتنين وكده. هما كانوا في الأول فرخة واحدة، بس عمل ما راحت والفراخ كده عندها فرخة منهم ماتت. بس انتوا شفتوا يا جماعة الرومي وهو بيتنطط وكده بدل ما يطير وكده. طبعا الرومي طبعا مش هنقصقصه طبعا، اوعى حد يقصقص الرومي التركي بالذات، ده التركي ده العشق عمره ما نقصقصه. ودول يا جماعة الفرختين البني دول اللي احنا اشتريناهم، جبناهم ب150 يا جماعة. قطعوا 3 كيلو، كيلو على 50 جنيه. بس هو مش على 50 يعني عامة، بس هما قطعوا 3 وشوية. تمام. الكيلو بكام؟ الكيلو كنا جايبينه ب48 جنيه، بس فراخ على وش بيض يا جماعة. والله يا جماعة وقسما بالله الفرختين دول ما في الحسبان خالص، ده هما جا كده بالصدفة. اخواتهم اللي خدتهم ام مشاة مات منهم 2 واتبقى 7،
ان شاء الله بقى نجيب لها فراخ بقى زي اللي هي السودا والبني اللي عندي القدام دول، حاجات كده محملة تبقى تكون على وش بيض، ونبعتهم لها بإذن الله. طبعا بقى دخلتلهم بقى كده الأكل وكده. انتوا طبعا يا جماعة شفتوا الرومي وهو بيطير. طبعا بقى اوعى حد يفكر انه يقص الرومي الا اذا كان بلدي. اللي مربي رومي زي كده يا جماعة ما يعملوش، ما يقصقصوش. ماشي. انا طبعا يا جماعة ما بقصقصوش، تمام، مع اني اول مرة اربيه. والله يا جماعة البطاطسية لسه فوق، تمام. الفيديو ده يا جماعة تاني يوم التصوير، يعني انا مصور ده تاني يوم. طبعا لسه البتاع، شوفوا بقى الديك يا جماعة بدأ انه يكركر، الله اكبر عليه. او بإيد حاسة بقى بيكركر وكده، ما شاء الله، الله اكبر يا جماعة. طبعا بقى انا قاعد والله العظيم يا جماعة دماغي وجعاني ومتعصب، والضغط رفع عليا بسبب الرومي، بسبب الفراخ اللي ماتت. ماشي. وبقى مشاكل الجامعة والحاجات اللي زي كده. طبعا بقى يعني كل واحد على حاله. الصراحة يا جماعة انتوا عارفين ان اللي بيبقى في جامعة ولا بيبقى في دراسة الواحد بياخد وكده. طبعا يا جماعة النهاردة بإذن الله احنا كده في ده تاني فيديو، تاني فيديو نتصور، تمام. طبعا الأربع فيديوهات هينزل ورا بعض، الفرق بين كل فيديو وفيديو يوم كامل. ههبط لكم الفيديوهات ورا بعض، وهقول لكم وهعمل لكم الخنان البلدي يا جماعة، المطين، تمام، للبط وللرومي. دي بقى يا جماعة بقى الفراخ بتاعتنا. طبعا بقى انا اخترت رومية، اخترت من الاتنين جوز روميات طلعوا جزنتي، اخدت لها واحدة لمحمد ابنه، ربنا يشفيه يا رب ويشيل عنه ويخليه لها يا رب، ويبارك لها في عيالها كلها يا رب، بحق جاه النبي المصطفى. طبعا بقى دي الفراخ يا جماعة بتاعتنا. طبعا من ساعة ما خدوا التحقين وانا عمال اديلهم رافع مناعة وضد حي وكده، ولا محوق فيهم. في فراخ فات وفي فراخ ماتت قسما بالله. كده ولا كده يا جماعة. الكتاكيت دي انا واخدها هبيعها بإذن الله يوم الجمعة في سوق الطيور. بس بس مش عارف فعلا هو يبقى موجود في حد ولا لا، يعني هيتباع ولا لا. انا هنزل بنصيبها يا جماعة، وربنا يا رب يبارك لله لصاحب النصيب. طبعا انتوا شايفين بقى الرومي. طبعا تحت بقى هنا ادخل باذن الله فراخ الوادي. طبعا يا جماعه فراخ الوادي هتنزل لكم في الفيديو التاني اللي بعد ده. طبعا بقى هيجيلكم بقى دلوقتي الفيديو وانا بربط الفراخ. بصوا يا جماعه انا كنت قاعد بقى بربط. دي كده يا جماعه اول فرخه. الفرخه دي يا جماعه اللي ماتت. ماشي يا جماعه انا كده غلطان. انا اوريكم كمان وانا ببصم في الكرتونه ده، انا كنت هاخد كمان التمانية في كرتونه، يعني في قفص واحد، فاهمين؟ يعني انا كنت مجهز والله العظيم، كنت مجهز قفص واحد ان انا هعمله بس اليوم. جيت لما حطيتهم لقيتهم يا جماعه مش هيجوا في كرتونه واحده، فقلت خلاص خليها على كرتونتين وكده. بس انا حطيتهم. شوفوا حطيتهم ازاي يا جماعه، والاتنين التانيين جايين عكسهم، وركبت القفصين فوق بعض ورحت ربطه. ده بالله عليكم يا جماعه كده ابقى انا غلطان، حتى برضه انتوا تشوفوها في الفيديو. وانا كنت بتكلم ان هو كله في بتاع واحد، كله في بتاع واحد خالص، يعني كله في برنيكة واحدة وكده. بس ان هي فراخ بلدي وكده ومش عارف ايه، فقلت كله يبقى في برنيكة واحدة. قال لي لا خدهم على برنيكتين. المهم خدتهم على برنيكتين وكده. برضه دلوقتي يا جماعة لسه برضه انا كل ده عمال اربط فيهم يا جماعة، كل ده عمال اربط فيهم. انا طبعا كده حطيتهم زي دول فوق دول زي ما بعمل في اي حتة يا جماعة. انتوا شوفوا يا جماعة الفراخ، يعني هذه التلات فراخ الأربع فراخ، بس مش هاخد الاتنين التانيين النص، يعني البرنامج هتاخد ستة.
فقلت خلاص اقسمه على 2، بس لا قدر الله مش هينفع، واللي يروح في الشيش اللي يروح في الريش بقشيش، مش فارقة معانا. وربنا يا رب يسترها علينا دنيا وآخرة، احنا وجميع المسلمين يا رب بحق هذا لازم يا جماعة بقى بعد كده. أنا غلطة واتعلمتها يا جماعة. أوردرات الشحن أنا كده ولا كده أنا هطلع أوردرات شحن من الفيوم للمنصورة، من المنصورة للفيوم، تمام. محافظات تانية فيه بس مش أوي. آخر سلم بالسلام، حاجة أسلمها بالسلام. شوفوا يا جماعة اللي كده أنا حطيت، شوفوا 6 فراخ لقيتهم كده مش مستريحين، قلت لأ يبقى اخد كده، اخد البتاع التانية، البرنيكة التانية. رحت رصصهم في البرنيكتين، هجربكم في البرنيكتين دلوقتي. قدر الله ما شاء فعل يا جماعة. الله انزل مبقتش بقيت اعود عليك يا ابني يا ربنا وخلاص، و60 دقايق وكده. طب انا كده جهزت بقى البرنيكتين اهم، ووالدي بيربطهم. طبعا بقى شوفوا بقى يا جماعة التربطة ده كله، ده تربط هما متهويين، يعني في تهوية. الشوال ده انا كده حاطه كده عايرة متهويين. متنسوش بقى يا جماعة الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.